السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل معاكم كيكة شوكولاتة سهلة يعني وبسيطة، ما شاء الله ما خدتش يعني اي وقت، وطالعة بقى بالجمال كده زي ما انتم شايفين. وزينتها يعني بصوص الشوكولاتة وصوص الكراميل. كانت هشة وجميلة خالص ما شاء الله. بتمنى بقى ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده يعجبكم. ندخل بقى على الطريقة على طول والمقادير عشان ما نطولش عليكم الفيديو. دي بقى المكونات اللي هنعمل بيها الكيكاية. معايا كوباية ونص دقيق، عليهم ايه رشة ملح، ودي نص كوباية كاكاو، ومعلقة صغيرة النسكافيه، وباكو باودر، وكوباية سكر، وكوباية لبن، ونص كوباية زيت. طبعا هنحط الكاكاو هننخله عشان بيبقى فيه تكتلات كده، وهنفضي برضو عليه البودر، وندخلهم ايه، انا نخلة يعني الدقيق. اهم حاجة ان المواد الجافة دي تتنخل، عشان ايه بتبقى هشة كده، وساعات بيبقى فيها تكتلات. نقلبهم بقى كويس، وبعد كده بقى ايه هنعمل بقى بقية المكونات. نجيب بقى الخلاط، هنحط بقى في كل الحاجات اللي معانا ديت معايا بيضتين وعليهم فانيليا، كوباية السكر، نحط معلقة القهوة النسكافيه، وكوباية اللبن، ودي نص كوباية زيت، وهنحط برضو معلقة خل. هنضربهم بقى في الخلاط ونرجع لكم. هنا بقى ما شاء الله بعد الخليط ما ضربته، هنضيفه بقى على المواد الجافة. نقلبها بقى ايه كويس كده زي ما انتوا شايفين. هنحط بقى عليها ايه مكون كده بيخلي الكيكة هشة خالص، كوباية صغيرة مية مغلية، ونقلب بقى كده بسرعة، ونفضيها بقى في الايه القالب على طول، او الصينية اللي هندخلها الفرن. قلبها تقليبة بس كده بالسباتيولا عشان لو فيها اي حاجة تحت. كده بقت ايه الخليط بقى جاهز معانا. انا دهنه بقى الصينية كده دهنة زيت بالفرشة. ننزل بقى بالخليط. طبعا انا كنت مسخنة الفرن وايه من اول ما بدأت في الكيكة. هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد نص ساعة، ونختبرها ايه بالخل. هنا بقى ما شاء الله بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله هشة خالص. سبتها بقى لما بردت، وعملت بقى ايه كريم شانتيه خام وسكر ومية. طريقة يعني سهلة وبسيطة، محبتش يعني اطول عليكم الفيديو. هنفردها بقى كده كويس على وش الكيكة، وهدخلها بقى التلاجة شوية، وبعد كده بقى نكمل التزيين بتاعها. هنا بقى بعد ما طلعتها من التلاجة، كان عندي بقى انا صوص شوكولاتة. ممكن بقى التزيين يعني اللي يريحكم، بس انا يعني حبيت ايه اديكم افكار. هعمل بقى نصها شوكولاتة ونصها كراميل زي ما انتوا شايفين كده. ده كريم شانتيه بقى كده، حطيته في الازازة اللي هي بتاعة الكاتشب ديت، وهعمل خطوط كده على وشها. وهنعملها بقى بالخلة بتاعة الشيش طاووق، بتدي يعني ايه شكل جميل خالص. الخلة بس بنمسحها عشان ايه يبقى الشكل يعني ايه حلو كده، متوسخش اللي انا عملته قبل كده. ما شاء الله كانت جميلة خالص. ندخلها بقى التلاجة شوية، وبعد كده بقى نقطعها معاكم. هنا بقى بعد ما طلعتها من التلاجة، نقطعها بقى معاكم.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ما شاء الله. طبقة الكريمة والكراميل والشوكولاتة والكيكاية ما شاء الله هشة خالص. وبصراحة يعني ما خدتش اي وقت، غير بس النص ساعة اللي قعدتها في الفرن. طالعة بقى بالجمال زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا بقى هندوقها كمان معاكم. ما شاء الله كانت جميلة وكانت هشة، والطعم الكريمة مع الشوكولاتة والكراميل بصراحة كانت جميلة خالص. اتمنى بقى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة.